الفرق بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني، وهل فعلا اقدر ابني كتلة عضلية بالبروتين النباتي بس؟ طيب اول حاجة عايزين نعرفها، هو البروتين اصلا بيتكون من ايه؟ البروتين بيتكون من احماض امينية، بيبقى متكون من 20 حمض اميني. الاحماض ال20 دول في جزء منهم الجسم بيبقى قادر ينتجه، وفي جزء لا، وفي جزء تاني الجسم بيبقى قادر ينتجه في حالات معينة. في 9 احماض امينية الجسم ما بيبقاش قادر ينتجهم، لازم تاخدهم من مصدر خارجي، دول اسمهم الاسينشال امينو اسيد. ال11 اللي باقيين دول النون اسينشال امينو اسيد، دول الجسم بيبقى قادر يصنعهم وينتجهم عادي خالص. وساعات الجسم ما بيبقاش قادر يصنع جزء من الاحماض الامينيه ال11 دول، حاجه زي الجلوتامين، يعتبر حمض اميني مشروط. يعني انت لو عندك اصابه او عندك التهابات في جسمك، لو عندك اي مشاكل في الصحه عامه، الجسم ما بيبقاش قادر يصنع الجلوتامين. دول كده ال 20 حمض اميني. في كتب طبعا هتلاقيها الاحماض الامينيه فيها 21، وفي كتب تانية بتقول لك ان الاحماض الامينيه 22. مش موضوعنا دلوقتي. البروتين الحيواني فيه التسع احماض الامينيه كلهم اللي هم الاساسيين. بالنسبه للبروتين النباتي ما بيبقاش التسعه موجودين كلهم. يعني بيبقى مثلا لو هندي ارقام، لو هناخد مثلا حاجه زي الشوفان مثلا، الشوفان مثلا فيه 7 احماض امينيه مثلا. لو هناخد الفول مثلا فيه 5 احماض امينيه من 9. لو هناخد مثلا الفول الصويا فيه 9 احماض امينيه الاساسيه كلهم. لو هناخد حاجه زي البطاطا في مثلا 4 من الأحماض الأمينية من 9. ده الفرق بين الاتنين. النقطة التانية، الامتصاص بتاع البروتين الحيواني بيبقى أسهل وأسرع بكتير. الامتصاص بتاع البروتين النباتي بيبقى أصعب شوية. ده ليه بقى؟ عشان البروتين الحيواني يعتبر الجسم قادر يتعرف عليه، أما بالنسبة للبروتين النباتي ما بتبقاش قادرة تتعرف عليه، فبياخد وقت في الهضم شوية. ده الفرق بين الاتنين. طيب هل هنقدر نبني كتلة عضلية بالبروتين النباتي بس؟ أيوة، هتقدر توفر لجسمك التسع أحماض الأمينية الأساسية كلهم من البروتين النباتي لو عايز. وده كده طبعا هتبقى بأقل تكلفة. لو أنت طبعا ميزانيتك وحالتك المادية ما تقدرش تسمح لأنت كل يوم تاكل فراخ وسمك ولحمة وبيض والكلام ده كله، تقدر تعتمد على البروتين النباتي بس. بس هقول لك ازاي. عايز مثلا تدخل التسع احماض امينيه كلهم، تدمج كذا نوع مع بعض. يعني مثلا على الفطار هتاكل فول بعيش، على الغداء هتاكل مثلا طبق رز بفاصوليا، على العشاء هتاخد مثلا شوفان مع بطاطا. تدمج كذا نوع مع بعض، هيدولك التسع احماض الامينيه كلهم. بس كده، ده الفرق بين الاتنين. سلام.